السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلابي وحبايبي طلاب الصف الأول الثانوي مع دكتورة زينب عاطف. هنحل مع بعض التقييم الثالث فلسفة ومنطق. خليك فاكر لو انت لسه محتاج التقييم الأول والتاني موجودين عندك، ارجع لهم واتفرج عليهم، وإن شاء الله بإذن الله شهر رمضان يعود عليك بكل خير وبكل سعادة. هنعمل لك مراجعات قوية قوي قوي في الفلسفة والمنطق، هيبقى شرح وهيبقى أسئلة، هنغطي كل الأجزاء إن شاء الله اللي هتيجي في امتحان مارس. تعالى كده لما نشوف التقييم الثالث بيقول ايه. اول حاجة معانا الاداءات زي ما احنا متعودين، الاداءات الصفية. من خلال فهمك للدرس صمم رسم تخطيطي توضح من خلاله الفكر البيئي في العصور المختلفة. اعملها ازاي يا دكتور؟ ولا تعمل اي حاجة، يلا خد السكرين شوت بتاعك اهوت. الرسم التخطيطي، الفكر البيئي في مصر القديمة اللي هو الفكر البيئي في العصور المختلفة. عندنا الفكر البيئي في مصر القديمة، وبعد كده الفكر البيئي عند الحضارة الإسلامية اللي هو الفيلسوف ابن رضوان، المفكر ابن رضوان وابن خلدون. والفكر البيئي عند الغربيين ألدو ليبولد وهانز يوناس. ده مخطط ممكن تعمله أي شكل انت حبه، هو دوت فكرة المخطط. بعد كده بيقول لحضرتك صمم جدول تميز فيه اسهامات الفكر البيئي في مصر القديمه وفي الحضاره العربيه الاسلاميه. الفكر البيئي في مصر القديمه مختلف عن الحضاره العربيه الاسلاميه. الحضاره العربيه الاسلاميه بيمثلها اتنين، ابن خلدون وابن رضوان. وتاني خليك فاكر زي ما احنا بنقول وبنأكد، احنا مش بنغشش تقييمات ولا اداءات صفيه ولا ده الغرض. احنا الغرض ان احنا بنحل معاك اسئله بتاعت الوزاره وبنفهمك وبنشرح من خلال الحل. هنا الفكر البيئي في مصر القديمة، كشف المصريين القدماء عن حبهم الشديد للبيئة وللطبيعة، وعبروا عن الحب دوت من خلال 4 حاجات. أول حاجة تعويذة إعلان البراءة، 2 كتاب الموتى، 3 إن اعتبر المصري القديم الطبيعة منهل للديانات المصرية، 4 تقديس نهر النيل. بيقول لحضرتك ان هم قدسوا هذه البيئة وظواهرها الطبيعية لدرجة العبادة. طب امال المفكرين المسلمين؟ عندنا 2، علي ابن رضوان وابن خلدون. تكتب له كده في الاداء الصفي عند حضرتك. علي ابن رضوان اهتم بتأثير المكان، ازاي المكان بيأثر على صحة الانسان، بيأثر على نوع الامراض وعلى الاوبئة. يبقى اهتم بدراسة تأثير المكان والبيئة، وربط ده كله بنوع الامراض اللي ممكن تصيب الانسان والاوبئة. ده علي ابن رضوان. طب ابن خلدون، ابن خلدون هو عالم علم اجتماع، فاكيد دراسته هتأثر عليه. عبد الرحمن ابن خلدون اول حاجة قال ان في بيئات صالحة للعمران وبيئات غير صالحة للعمران. تاني حاجة كان من اسهاماته ان هو استعرض الاقاليم الجغرافية، يعني المناطق الجغرافية، وقال ان الاقاليم الجغرافية ليها علاقة بالاخلاق، بالمهن، بالملابس، بالاقوات وبالمباني. تحدث عن اثر الهواء في اخلاق البشر وطبائعهم. يبقى تعمل جدول المقارنة دي ما بين الحضارتين. الاداءات الصفيه منطق، بيقول لحضرتك صمم رسم تخطيطي توضح من خلاله خطوات الجانب الايجابي عند بيكون. انت خدت في التقييم اللي فات الجانب السلبي، هنا هتاخد الجانب الايجابي او البنائي. عندنا 4 خطوات. اول حاجه الملاحظه وجمع المعلومات المتعلقه بالظاهره، باحث بيجمع المعلومات. تاني حاجه بيرتب المعلومات دي في 3 قوائم، قائمة الحضور وقائمة الغياب وقائمة التفاوت أو التدرج. 3 بيبدأ يحلل البيانات اللي موجودة في القوائم ال3. رابع حاجة بيفسر الظاهرة عشان يوصل لقانون علمي. يبقى احنا عندنا 4 خطوات للجانب الإيجابي أو البنائي عند بيكون. بعد كده بيقول لحضرتك في الأداء الصفي اعطي مثال من عندك على خطوات الجانب الإيجابي عند بيكون. المثال سهل وبسيط، ما فيهوش اي حاجه. لو انا فرض ان انا شغاله على ظاهره زي ظاهره الكورونا، يبقى اول حاجه انا هجمع المعلومات عن ظاهره الكورونا. 2 هرتب المعلومات اللي انا جمعتها في 3 قوائم. القائمه الاولانيه قائمه الحضور اللي فيها صفه موجوده، يعني كل اللي عندهم كورونا موجودين في القائمه دي، يحدد فيها الحالات المصاحبه بالكورونا، احمد، علي، فريال، زينب، اي ناس اللي هم عندهم كورونا. قائمة الغياب بنضع فيها الحالات اللي مش موجود فيها الظاهرة، الغير مصابة بالكورونا زي أمجد، ياسر، أسماء، أي ناس.
وبعد كده بقائمة التفاوت بحدد الحالات اللي كان فيها الكورونا، التفاوت او التدرج اللي هي كان فيها الكورونا وغاب عنها المرض دوت او ما ظهرش عندها الاصابة بالمرض. دي الخطوة الثانية، ترتيب القوائم. الخطوة الثالثة هحلل البيانات الواردة في القوائم. الخطوة الرابعة هكتشف القانون العلمي اللي هو العلة او سبب الظاهرة اللي انا شغالة عليها، وهو ان الاختلاط وضعف المناعة هي علة يعني سبب الاصابة بالكورونا. اشتغل معايا وخد سكرين شوت عشان ترجع له في اي وقت انت عايزه تاني. الاداءات المنزلية فلسفة بيقول لحضرتك، احنا خدنا ده. الاداءات المنزلية: لم تكن الرعاية الدينية أو الرعاية الدينية في مصر القديمة مقصورة على الحيوانات، فقد كان للخضروات نصيبا منها، فقد كانوا يقتربون في احترام من شجرة الجميز لجمع المياه التي تصبها تلك المعبودة المخفية داخل الشجرة. نستخلص مما سبق أحد جوانب الاهتمام في المصري القديم، وهو تعويذة إعلان البراءة أمام الإله العظيم، لأ. تقديس نهر النيل، ما اتكلمش عن نهر النيل. مظاهر البيئة منهل للديانة، لأ. الحفاظ على البيئة وسيلة للتقرب للآلهة، هي دي الإجابة الصح. 2. الاهتمام بدراسة المجتمع الحضاري والبدوي وتحديد أوجه الشبه والاختلاف في المجتمعين في جميع الجوانب الحرفية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية. يوظف ما سبق للدلالة على أحد اهتمام المفكرين في مجال البيئة، اكشف عنه. مادام بتكلم في مجتمع واجتماع يبقى هو عبد الرحمن بن خلدون. لو بتكلم في علاقة وتأثير المكان بالأمراض والأوبئة يبقى علي بن رضوان. طب هكتب له هنا إيه؟ يلا تعالى اكتب معايا. هكتب له ابن خلدون واكتب له السطر ده لا اكتر ولا اقل، ان هو استعرض الاقاليم الجغرافيه المختلفه، الاقاليم اللي هي الاماكن او المناطق الجغرافيه المختلفه، واثرها على البشر من حيث الاخلاق، من حيث المهن. هنشرح كل الكلام ده لو عايزه بالتفصيل، هنشرحه في مراجعه الفلسفه والمنطق السناني، هشرحه لك شرح عظمه. الاخلاق والمهن والملابس والاقوات والمباني. بعد كده الاداءات المنزليه منطق، بيقول لحضرتك فيها: يسعى العديد من المستثمرين إلى تحقيق أرباح في البورصة من خلال رصد أسباب صعود وهبوط الأسهم والتعرف عليها قبل الاستثمار فيها. يبقى هو بص بيقول لك إيه؟ صعود وهبوط، موجودة ومش موجودة. نستخلص من الموقف السابق أهمية إحدى قوائم بيكون، وهي قائمة التفاوت. يعد الجانب البنائي عند بيكون هو الأكثر فاعلية في تفسير الظواهر. طبق بمثال من عندك. هو عايز مثال على تفسير الظواهر، عايز مثال على بيكون، اهو مثال مختلف عن الاولاني. حابب ده اكتبه، حابب ده اكتبه، اللي انت عايزه اعمله. مثال عند تفسير سبب نجاح الطلاب في الامتحان بدرجات مختلفة. اول حاجة، اول خطوة هيتم ملاحظة الطلاب جمع المعلومات عن درجتهم، دي اول خطوة. 2. هحط في قوائم، هحط في قائمة الغياب وقائمة الحضور وقائمة التفاوت. وليكن القوائم زي ما احنا قلناها هي قوائم النجاح، قوائم الحضور اللي هي القوائم بتاعت الطلاب الناجحين، قوائم الغياب درجات الطلاب الراسبين، قوائم التفاوت الطلاب الناجحين والراسبين معا. بعد كده هحلل البيانات الواردة بالقوائم لحد ما توصل للقانون الأخير، وهو الاجتهاد والمثابرة على المذاكرة سبب للتفوق. يبقى دول الأربع جوانب أو الأربع خطوات للجانب الإيجابي عند بيكون بمثال عليهم. تعالى بعد كده اما نشوف. استنى كده. التقييم الأسبوعي للمجموعة الأولى بيقول لحضرتك هنا: يقول غوستاف: ولم يجهل العرب تأثير الجو الصحي، ومن ذلك نص ابن رشد على تأثير الإقليم في داء السل، وتوصيته أن يقضي مصابون به فصل الشتاء في جزيرة العرب أو بلاد النوبة، بدال رابط المكان بالأمراض والأوبئة. يبقى وانت مغمض على طول ابن رضوان. في اللحظة التي يرتفع فيها منسوب الفيضان كانت تقدم القرابين للمعبود حابي في كثير من المعابد. يصف ما سبق أحد جوانب الفكر المصري القديم بالبيئة: حفاظ على البيئة واحترامها، تعويذة إعلان البراءة، تقديس نهر النيل. احنا هنا بنتكلم على الفيضان، يبقى تقديس نهر النيل وعبادته. الوصول إلى أن الحركة تلازم كل جسم حر. هو وصل يعني اللي قدامي دوت خلاص ده قانون.
ليه؟ عشان كلمة وصول. يبقى لما تلاقي توصل وصول هو ده قانون نهائي، يبقى احنا شغالين على صياغة القانون المفسر. 4 سمات الفرد انعكاس لبيئته. سماته يعني خصائصه، يعني اخلاقه، يبقى احنا شغالين على عبد الرحمن بن خلدون. هو كاتب لك عبد الرحمن بن خلدون، عايز مثال. تعالى كده لما نكتب المثال، اكتب عندك أهل السودان شخصيتهم مميزة بالفرح والسرور والانبساط، لا أكتر ولا أقل من كده. مثال تاني لو انت حابب، أهل البلاد الباردة يغلب عليهم الحزن والخوف على المدخرات والنظر في العواقب. النظر في العواقب اللي هي الحاجات اللي لسه هتحصل بعد كده. تعالى نشوف السؤال اللي بعديه. منطق بيقول لحضرتك يؤكد الواقع على وجود علاقة بين ارتفاع وانخفاض درجات حرارة الماء وبين الغليان. خلي بالك هو بيقولك ارتفاع وانخفاض موجود ومش موجود. اكشف عن احد قوائم منهج بيكون المشار اليها مدللا عليها بمثال من عندك. يبقى انت هتكتب له قائمة ايه وتجيب له عليها مثال. طبعا القائمة هنا ارتفاع وانخفاض، يبقى القائمة دي قائمة تفاوت. عايز ايه؟ عايز مثال. تعالى نجيب المثال بمنتهى البساطة. اهوت المثال. درجة حرارة جسم الإنسان وهو نايم بتبقى درجة منخفضة، وهو صاحي درجة حرارة الجسم مرتفعة. يبقى تكون متفاوتة، سواء أثناء الاستيقاظ بتكون مرتفعة أو النوم بتكون منخفضة. مثال سهل وبسيط مفيهوش أي حاجة خالص. تقييم المجموعة الثانية. بما ان الهواء عنصر اساسي لهذه الحياه، تلوث هذا العنصر له اثار على الانسان، فهناك العديد من الامراض. اول ما اشوف ان هو ربط البيئه وربط الهواء بالامراض، يبقى وانا مغمضه على طول دوت ابن رضوان. هذا التمساح هو المعبود سوبك، اشهر الالهه اللي موجوده عند المصريين القدماء، ذوي الشهره الواسعه، وكان لعبادتهم مركزان، احدهما في الفيوم والتاني في مدينه اسمها سمنو. طيب دوت عبارة عن ايه؟ ان هو خدوا من البيئة والطبيعة منهل لديانتهم، اشكال لديانتهم. يبقى احنا البيئة صور واشكال دينية. يقول بيكون علينا اذن ان نبدأ بتنظيم المعرفة البشرية وتصنيف انواعها، ان ذلك سيساعدنا على فرض النظام في الفكر. بص بيقول لك ايه تنظيم المعرفة؟ يعني بينظم المعلومات. تنظيم المعلومات اللي هي ترتيب المعلومات والبيانات اللي هي الخطوة الثانية. السؤال الرابع. لقد خصص عبد الرحمن بن خلدون جانب كبير من كتابه المقدمة للحديث عن أثر الأقاليم الجغرافية المختلفة على البشر. عقب برأيك. تعالى لما نشوف. يلا اكتب له هنا عندك. لقد استعرض ابن خلدون الأقاليم الجغرافية المختلفة أثرها على البشر من حيث الأخلاق، من حيث المهن، من حيث الأقوات، من حيث المباني، ومن حيث الملابس. مثال من عندك، سكان القرى الزراعية بيعتمدون على الزراعة، بيوتهم من طين. مثال، سكان الصحراء بيعتمدون على اللبن كغذاء والخيام للسكن ويشتغلون بالرعي. وزي ما قلنا تاني الكلام دوت بالتفصيل إن شاء الله هنشرحه في المراجعة. السؤال الأخير للمجموعة الثانية. إحدى قوائم بيكون اسمها جدول المقارنة، تسجل فيها التجارب التي تتغير فيها الظاهرة المدروسة زيادة ونقصان. زيادة ونقصان يبقى أنا شغالة على قائمة التفاوت. عايز إيه؟ قال لي مثال من عندك. زي الفل. اتفضل المثال أهو. درجة حرارة موتور السيارة يكون مرتفع أثناء سيرها ويكون بارد أثناء توقفها. يبقى الحاجة الواحدة بجيب عليها مثال واثنين وثلاثة، وانت حر اختار اللي انت عايزه. التقييم الأخير للمجموعة الثالثة. قيم المحافظة أحد قواعد التعامل مع البيئة وحمايتها ورعايتها التي تختص بتوجيه سلوك الأفراد نحو المحافظة على نظافة الطرقات والبيوت الخاصة والعامة، وكذلك الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية. يصف دوت رأي مين؟ طبعا واحنا مغمضين دوت بيصف رأي ابن رضوان. بدل بيتكلم في الصحة البدنية والنفسية، صحة الإنسان وخلوه من الأمراض، يبقى دوت ابن رضوان. السؤال الثاني. فليحيى الإله الكامل المحبوب الذي يوفر المياه. المياه يبقى احنا بنتكلم على نهر النيل. كمل. والوفرة في طريقه والطعام فوق أصابعه، وعندما يعود يعم الفرح البشر أجمعين. يبقى أكيد عبادة نهر النيل وتقديسه. يقول بيكون إن الخطوة العملية الأولى التي يجب بها البدء بها هي القيام بكشف عام واسع وإحصاء. الخطوة العملية الأولى أول خطوة بيعملها هي الملاحظة. يبقى الملاحظة وجمع المعلومات.
قيم التكيف أحد قواعد التعامل مع البيئة والتي تدعو للتكيف مع التغيرات الطبيعية والظروف المناخية. تعالى كده لما نشوف مين المفكر اللي اتكلم، هتكتب ابن خلدون هو المفكر اللي اتكلم المقولة وقال الذي دعا للتعامل مع البيئات الصالحة والبيئات الغير صالحة، لا أكتر ولا أقل من كده. السؤال الخامس والأخير، إحدى قوائم بيكون تسجل فيها التجارب التي لا تبدو فيها الظاهرة. لا تبدو فيها دي يبقى دي قائمة الغياب. عايز إيه؟ المثال من عندك. تعالى كده ما نشوف، لو أنا هكتب له مثال على قائمة الغياب. طب إيه هي قائمة الغياب؟ قائمة الغياب القائمة اللي بتودع فيها الظواهر اللي ما بتتوفرش فيها الصفة. هكتب له غياب الحرارة عن سطح القمر، القمر بارد، المواد العازلة لا تسمح للكهرباء بالمرور من خلالها، من أشهر المواد البلاستيك والخشب والصوف. وبكده يبقى احنا حلينا التقييم الثالث. ان شاء الله هننزل لك بالتقييم اللي بعديه اول ما ينزل ان شاء الله باذن الله. وخليك فاكر ان الشرح بتاع منهج الفلسفه والمنطق لشهر مارس ان شاء الله باذن الله هينزل لك قريب قوي. استناه واسمعه. بالتوفيق لكل طلابنا وحبايبنا. السلام عليكم.